السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ من امبارح للنهارده كل المصريين خسروا حوالي أكتر من 10% من قيمة أموالهم السائلة، سواء كاش أو في البنك. الخسارة مش لحظية صحيح، لأ، بس حصلت خلاص. يعني انتوا طبعا عارفين ده ليه؟ أيوه، بسبب فرق العملة. الدولار سعره اتحرك من امبارح اللحظة اللي بكلمكم فيها من حوالي 29 جنيه ل 32 جنيه، بعد ما كان وقف شويه امبارح بسبب ضخ مبلغ كبير امبارح بالدولارات من بعض الدول اللي اشترت حصص في صناديق استثماريه في مصر. كالعاده بيع اصول وتصرفات مش مفهومه الغرض منها التسكين. يعني تقدر تقول كده ايه، حبايه بنادول. اتمنى تنتهي بخير يا رب. عموما ده مش موضوعنا. موضوعنا هو ازاي تتعامل مع الازمه دي، وازاي تحافظ على ممتلكاتك وقيمه اموالك، وبالاخص قيمه اموالك لو زي ما انا قلت لك لو انت عندك اموال كاش، سواء في البنك او في ايدك. الحقيقه الموضوع مكلكع حبتين وملوش ستاندرد حقيقي، والكلام اللي هقوله لك ده تقليدي شويه، بس خلينا نقول برضو يمكن اقول لكم كلام جديد شويه ومحدث. مبدئيا كده الاجابه هي ان لو معاك فلوس سايله باي شكل من الاشكال حولها لصوره منتج تاني، آه، ليه اي اسم غير جنيه. يعني اي حاجه بشرط ما يكونش جنيه، بشرط ما يكونش قيمتها متناقصه بالوقت. يعني تدخلها في ذهب، في عقار، في دولار، في اي عمله لو عرفت، في درهم، في سياره لو محتاج سياره او هتعرف تتاجر فيها، في بهايم، في ارض، في صناديق استثمار. وصناديق الاستثمار دي بقى بالذات لازم يبقى لها حلقه لوحدها مهمه جدا، وباك عام في اي منتج تقدر تتاجر فيه. آه، وتقدر تتاجر فيه بسهوله بدون ما يكون في خطوره على وجوده معاك وقت طويل. يعني مثلا المنتجات الغذائيه لا طبعا، لان المنتجات الغذائيه بيبقى لها مده صلاحيه. وقيس على كده اي حاجه تانية. يعني ما تشتريش وما تحطش الفلوس بتاعتك في حاجه ممكن يحصل فيها اكسبيريشن او تبوظ بالوقت. وده معناه ان الموضوع مش محكوم في عقارات وذهب ودولار بس زي ما الناس كلها فاهمه وحافظه. يعني الموضوع طبعا بيتغير من شخص لشخص بناء على دماغه وامكانياته ومقدرته وقدرته على انتظار فلوسه بعد البيع. يعني لو يقدر يصبر على فلوسه لو عقار اوكي، او ايا كان. طيب لو انت اصلا ما عندكش فلوس والدنيا بتخرب على دماغك، او اصلا فلوسك بالفعل في بضاعه، هتعمل ايه؟ هقول لك انا. هقول لك انك لازم يبقى لك مصدر دخل عملة صعبة بشكل ما. بمعنى اصح ما تستوردش، صدر، بحيث يجي لك عملة صعبة. والتصدير هنا مش معناه منتجات فيزيكال محتاجة راس مال بس، لا طبعا، لان احنا لسه قايلين انت معكش فلوس. لكن التصدير ده ممكن يكون منتجات وخدمات ملموسة وغير ملموسة. ممكن تعمل منتجات الكترونية، حاجات الكترونية تقدر تقدم خدمات يمكن تداولها على الانترنت. حاجات كتيرة ممكن تتعمل، مش بس اللي اغلب الناس بتكلمك عنها. ممكن ابقى اقول لك عليها في حلقة تانية منفصلة باذن الله. الخلاصة ما تحتفظش بفلوس مصر كتير الفترة دي معاك على قد ما تقدر، بس خد بالك من طريقة تحويل الفلوس دي لشكل تاني، لانك فعلا ممكن تلبس لو ما تصرفتش فيها صح او حولتها لحاجة غلط. كان معاكم امن نجار في الخلاصة. تابعوا الحلقات الجاية لانها مهمة. اشوفكم على خير.